وبياه ونبغى البعير اللي يوقفه في الوادي. كنا هو بعيرنا ذا يطوال. أولا الله يمسكم بالخير جميعا. تطلبون قصيدة ما تغلى عليكم. رجينا في هالمكان إلا تلبية للدعوة ومشاركة في الوجبة ونونس الحاضرين والله يجمعنا وانتم في دار الكرامة. يا كريم تقولون طال عمركم تبغون قصيدة الرجال اللي الشاعر اللي خطب عند عمه. تمام؟ نعم. هذه القصة أول. أيوة نعم. هذا شاعر يطول العمر عمره في الأربعينات ولا في أكثر أو أقل، والرجال ما الله يسر له زواج. جالس في انتظار عم له عنده بنت بيزوج هي إياها، يقول باجيك أزوجك في الصيف. ولا جاء الصيف قال خلها الصيف الثاني. ولا جاء الصيف الثاني قال ما عليش خلها بعد الصيف اللي بعده. ولا غير والله راحت من صيف في صيف والرجال قد هو كبير في سنه. آخر موعد قال معلش جمع اللي وراك واللي بدونك والصيف الجاي آخر موعد. ويمضي على الموعد الأخير اللي هو متوقع إنه ما عاد بعده موعد. قال ما عاد خلفه شيء. ما عاد خلفه شيء. عين يمين ويسار قال أقول لك بعرض وش تخلص. والله الرجال تقول هذا بخاطره وعود شلال إنه وقع عند رفيق لهم بدوي في ديرة بعيد. وعنده بنت ما شاء الله تبارك الله ما تقل عن البنت اللي هو خطب فيها. لكن ذي ما تبغاها، ذي يمكن لها اتجاه ثاني ولا هي تبغاها. ما يمكن ما يبغى. هو يمكن لا يبغاه، لكن ان الشيبان اللي هذا ولا يحبون البنات واجد يبغونهم يساعدونهم وكذا. عند غنم. لا ذاك الحين ينفعهم. يا غنم يا سقي يا شيء. كان الولد غالي ابن كلية. جاء عند الرجال هذا وقال يا ولد انا فلان ابن فلان الشاعر فلان ابن فلان من خطاب عندك اباك تجوزني تعوضني في عمي اللي قدري 20 سنة ويقول من الصيفية لصيفية. قال الله يحييك وعلمك البنت راح تجيب لنا ماء من بطن الوادي. ولا جاء في الليل ردينا لها العلم فانوافقت. جوزناك يا ابن الحلال وان ما وافقت في رزقنا ورزقك على ربي. والله ما احنا بغاصبين. الناس من اول فيهم مصداقية ولا فيه لا يمين ولا يسار ولا نشاور الحريم وبعد اسبوعين ثلاثة ويجي فيها دواخل يمين ويسار ويسحبون به وفي الاخير يضيعون. قال ما بخلف وعد قريب في الليل قام الرجال وتبطن الوادي ولا والله عندي البنت مصدرة بالحمار وفي ظهرها 2 ولا 3 من القرب هذه حقت المويه. والرجال شاعر وما من نفسه ما بغى. قال ما لي الا قابل البنت هذه واسولف للناس من اول يسولفون ويتكلمون ويشوفون الخطيب يشوف خطيبته ويحكي معها وكذا. وقال برتب معها الامور واحاول اني امسح الطريق لعل لما كلموها لهي توافق. قد بينت لها بعض من المحاسن وبعض من الامور اللي قال انا الشاعر فلان انا خطبت عند الوالد وقال بودوا لك العلم في الليل وبغى توافقين وبعيش انا وياك في هالدنيا وان شاء الله ان الله يرزقنا بصير ويرزقنا ان شاء الله عيالا وحياه سعيده ومن هالحكي وانت عارفين ولهنا واحد تمر مجانية ما غيرت تترامج ما تبيه ولا لا عندها لكن تبغى سؤال. قالت انت الشاعر فلان حنا قالت والله العلم الزين والله ما نبي الا انت تولي مثلك لكن في عليك شرط طالما انك شاعر ومتمكن. كان هذا الشرط. قال لما تسوي لك قصيدة توقف هذا الحمار. قصيدة يوقف من الحمار هذا مصدر اللي محمل انقرب. قال ايش قصيدة اللي توقف الحمار؟ شو درى الحمار بالقصيدة بنت الأجود؟ تاخذيني ولا قنعيني هذا شيء من الاستهزاء ولا. قالت والله ما اخذك الا كان تجيب قصيدة توقف منها الحمار. الرجال رفع صوت. قال إذا جبت القصيدة اللي من الحمار تاخذيني؟ قالت كان عاهديني. قالت معاهدتك بربي أنا وقف الحمار من قصيدتك إني لا أخذ. ولين الناس من أول تلزمهم الملازم حتى لو أنها حر عاهدت. قال تدري نقرب يقرب من الحمار خليه يسمع القصيدة. ولهذا الحمار الله يكرم هالحوات له عاز معين كلنا نعرفه. يكون محمل
ومع بطن الوادي وده بالوقفة علي عذر علي. كتاب. قال يا بنت بالله من شفاتك عطيني شيء اللي أنا شناهي الناش اللي نش. والله الحمار سمع النش وهو يهدي نص فرمرة. يا بنت بالله من شفاتك عطيني شيء اللي أنا شناهي الناش اللي نش يعود موز. نعم بالبطيني من حيث ما هب الهوى قام ينهش. حيث ما هب الهوى قام ينهش الخوط هذا. طبعا هش هذا الإعازة الأساسي. هذا الإعازة الأساسي الحمار الله يكرمكم من موقف الحمار. لا والله حطها أمام الأمر الواقع. قالت يا ابن حلال أنت وين الله جايبكم؟ هي من أول ثبابها فكت مجلس على ما قالوا. المهم إن جاء الرجال في الليل وتيسرت أموره وتزوج. وزانت له الدنيا ولا والله زبطت معها ولا والله الحقيقة انبسط وباقي في خاطره على عمه ذاك. وقام الرجال يفكر قال والله يا هذا الحمار اللي تجمل فيه وتسبب لي في هالجواز يا شيخ اني لا اقضيه المعروف الصاعي واني لا اجوزه يا شيخ على حسابه. ما خلي يستانس هذا وفهم منه. لكن وين يا عمي هذا اللي لعب فيه اني لا اعترضه القصيدة أخلي طلع ما بينجمع. قال مشكور يا عير يلي قدر ظروفي عمي يا أخو أبوي لم يوصل مواصيلك. والميزة اللي تميز بها الحمار على عمه. مشكور يا عير يلي قدر ظروفي عمي يا أخو أبوي لم يوصل مواصيلك. عمي يواعد والأجل وعد ما يوفي يقول بجوزك في الصيف وأعطيلك. ولا جيت في الصيف قال ما بيه مصروفي. الصيف الآخر تجي وجمع محاصيل. وجلست في موعده لنا محص شوفي وعد بعد وعد يا ربي اني ادخيلك. لكن يا عيال لا تحسبنا بننسى كل المعروف. لما بغيت الجواز الشر لي بذيلك. كذا شارك. والله لا اجوزك وادفع كل مصروفي واجيب حرمتك من نوعك ومن جيلك من نفس النونه ونفس المدير. اجيبها من الحسا. الحسا تعرف مدير هناك. أجيبها من الحسا ولا من الجوفي باقي عليك النهيك وشد في حيل. لكن أرق ما عندكم من السكر أصدوبي ظني مع سكر لأنه يقلل من عزومك ومن شيء. هذه سلامة الجميع. سلامت.